ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا طارق الحماد، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا السيد أحمد بن علي، والذي يعتبر قلعة من قلاع المونديال التاريخي في قطر، هنا وحيث وصلت آسيا إلى حوار كبارها في أغلى وأثمن بطولاتها، بطولة كأس آسيا قطر 2023 بأحلام النشامة التي تطل هنا في مربع الذهب، حيث يكتب منتخب النشامة حضورا تاريخيا. الحكم طبعا الغني وبزريق، ولدينا حمزة الدردور في تشكيلة النشامة في هذا اللقاء. للأردن كرة منقولة عن طريق ياسين البخيت، يتقدم يسقط، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. بعد ذلك بتعود الكرة إلى خريق عدي، خروب إلى خالد سالم، عنده كرة عرضية لكنها تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية جانبية. وصلت أردنية، انطلاقة تأتي، مرور، تقدم، محاولة للنشامة خطيرة. من علي رضا فغاني، هناك ركلة جزاء، هناك صافرة وهناك كرة في ركلة حرة في ركلة جزاء عن طريق بهاء عبد الرحمن. هنا لدينا بهاء جول. بهاء ياتي بالخبر السعيد لنشام الأردن، يأتي الهدف الأول لنشام الأردن، تأتي الومضة الأولى. هنا النشامة بأول الأهداف عن طريق، قد تأتي محاولة قائمة من أجل الثانية، يسعون هنا التسديدة لكن بعيدة، كانت إلى خارج الملعب من جانب هذا اللاعب محمد أبو زريق في إعادة الأمل، من أجل إعادة الأمل. لا تعرف الاستسلام، خطيرة. التاريخ يحكي بأن الاستسلام، كرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، سر إلى ياسين، رائع ياسين. يا حمزة الدردور، سريعة هذه الكرة في اليمين، وصلت هذه الكرة عالية، ولكن حارس المرمى على من سيتصدر هذه المجموعة. تمريرة بينية، تامر صيام، جول. ولكن هناك راية تامر فيما بدا أنه كان متسللا من البداية، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة. نعم، كانت تقريبا واضحة اللقطة الأخيرة. ما زالت قائمة، محاولة قائمة عرضية تأتي، انطلاقة الآن عن طريق ياسين البخيت، يتقدم ياسين، يحاول، خطيرة تأتي أردنية، جول. حمزة الدردور ياتي بثاني الاهداف للنشامة. النشامة يسجلون الهدف الثاني، هنا النشامة ما منهم سلامة، هنا النشامة يسجلون ثاني الاهداف عن طريق حمزة الدردور. تقدم ياسين بانطلاقات ياسين، بخطورة ياسين، بتوغلات ياسين، عرضية ياسين، خذها يا حمزة، سجلها يا حمزة. هكذا فعل الدردور، وهكذا أتى بثاني الأهداف لمصلحة النشامة في هذه المباراة. هدفان لمصلحة المنتخب الأردني. هنا النشامة ما زالت الفرصة من جانب اللاعب عبد اللطيف البهداري، عادت هذه الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية جديدة. تامر صيام، قطعت مجددا الى محمد باسم والتسديده، لكن يزيد ابو ليلى يتصدى. يا حمزه الدردور، كره الرد من اجل الثالث، خطيره للثالث، ما عجز عنه خالد سالم وريفال دهامشه، وكذلك الاردن هو اكثر المنتخبات مشاركه. كره منقوله عرضيه الان تاتي فلسطينيه، يا تامر ماذا ضعت، يا تامر ماذا اهدرت، يا تامر. قدس عربية، هنا كرة عالية راسية، الله يا فلسطين، الأسود وأحياء الآمال، تامر صيام يعوض تلك
الفرصة التي ضاعت ويسجل الهدف الأول لمنتخب فلسطين. ظهرت الأسود وزارت هنا مع زائري جماهير هذا الملعب حينما قالوا القدس عربية. هنا تامر يا تامر يا تامر. هذه الكرة في وسط الملعب من جديد للنشامة عن طريق بهاب. هنا الصافرة الإيرانية تأتي لتعلن نهاية شوط أول. كان جميلا، كان رائعا، كان مثاليا. تقدم فيه النشامة على منتخب فلسطين بهدفين مقابل. تأهل إلى مونديال البرازيل في عام 2014. ذلك الجيل الذي ضرب اليابان، ذلك الجيل الذي طبعا تتذكره الهدف الثاني للمنتخب الأردني. هنا تصويبة، الله! القائم الأيسر وقف مع الفلسطيني في اللقطة الماضية. القائم الأيسر رد كرة خطير. صيام عند كرة عرضية ترسل عالية خطيرة لمنتخب فلسطين. ما زالت قائمة لكن حارس المرمى هنا يزيد أبو ليلى يتصدى لهذه الكرة. يزيد أبو ليلى يتمكن من الكرة الماضية في أمام عبد اللطيف ياسين. تقدم عرضية خطيرة، فرصة قريبة وصلت إلى بوزريق عند كرة من الجانب الأيمن. ما زالت قائمة أردنية فلسطينية تأتي. وصول عن طريق تامر، وصلت إلى خالد. هذه جول، هذه جول. الله يا خالد ماذا أهدرت، يا خالد ماذا ضعت، يا لها من كرة. تقدم يزيد أبو ليلى ولكن النشامة هنا التسديد لكن إلى خارج الملعب. تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الفلسطيني، لمصلحة من زمن شوط المباراة الثاني. ركلة ركنية منقولة كرة، بعد ذلك راسية جول. لا 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 يا خالد، يا خالد يا سالم، أنت أبدا غير محظوظ يا خالد يا سالم. هناك التسلل كان موجود. هذه الألفة وما أجمل تجمع القلوب والأفئدة معا هنا في مختلف الملاعب. كرة القدم يا جماعة تقدم الكثير. لكرة يسارية للفرسان. تامر، الله! أوه يا تامر. القائم الايسر يرفض هدف لكن البهداري والراسية. الكرة بتعود مرة أخرى. يا له طريق ريبان لدهامشة. عرضية تأتي خطيرة لكن يزيد من جديد يتصدى من باسم. يحاول عمر وين هالكرة؟ محمد باسم نعم هو الذي حاول في الكرة الماضية. خالد سالم، خالد عنده كرة عرضية خطيرة. جول، الله! تسلل على تامر. كانت في طريقها إلى المرمى يا تامر، كانت في طريقها إلى الشباك يا تامر، ولكن تامر بدا أنه في موقف تسلل وبالتالي يلغى هدف. تامر صيام هنا في هذه الزريق لكن مقطوعة فلسطينية خطيرة تأتي في اليسار. نقلة حاضرة عرضية خطيرة. جول. ضاعت الكرة من ريبان لدهامشة في اللقطة الماضية. فلسطين كانت قريبة. هنا عرضية تأتي أردنية من أجل الثالث. خطيرة كانت في اللقطة الماضية، خطيرة كانت للمنتخب الأردني في اللقطة الماضية. نشامة كانوا قريبين من هدف ثالث. المنتخب كان قريب. الأردني يتقدم عند كرة وتصويبة. الله! يا بوزريق خطيرة كانت. أروعها من بطولة، ما أجملها من بطولة. عرضية هنا تأتي، تغطية موجودة، تصويبة للنشامة. خلاص أنهاها النشامة، حسمها النشامة، دونها النشامة، وصل النشامة إلى الدور القادم. نعم النشامة ما منهم سلامة. هنا النشامة يسجلون ثالث الأهداف. هنا النشامة يأتون بالهدف الثالث في هذه المباراة، يحصدون بيطيب. هنا كرة عن طريق تامر صيام، عرضية تأتي الفلسطينية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في مباراة الكل فيها فائز. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأردني. هنا الفرصة، يا
ياتي برابع الاهداف، لكن اي هدف كان يا يزن يسجل بطريقة. ياتي الهدف الرابع. منقولة طبعا في استراليا، الاردن 5، فلسطين هدف. هنا تتكرر الله الله الله. يا النعمات يكرر ما حدث هناك في ميلبورن، هنا في راس بوعبود، هنا في الساعة 9:7:4. النشامة بالخمسة عن طريق يزن. وفي هذه اللحظات السيد علي رضا فقاني يعلن نهاية هذه المباراة.